عايز تعرف اي بلد جامده ولا لا؟ بص على جيشها، شوفوا عامل ازاي وانت هتعرف. بص معايا كده على الجيش بعد الباشا. طبعا انت عارف ان في عهد محمد علي الجيش كان فل الفل، بس الشياطين في اوروبا مع الدوله العثمانيه خربوه قعد. عشان كده عباس معرفش يغير حاجه في الجيش، سابه خربان زي ما هو. خد الكبيره بقى، الجيش اصلا ما كانش في دماغه، وعشان يكمل الصوره دخل الجيش عناصر الارناؤوط اللي محمد علي اصلا ما كانش راضي يخليهم يقربوا من الجيش. اما سعيد فاهتم بالجيش، وعشان محدش يحس ان التجنيد بيميز حد بينه وبين التاني خلاه اجباري على الكل، بعد ما كان بس اجباري على الفقراء، والفتره ما يعلمهاش الا ربنا، وكل واحد وحظه بقى. ومش كده بس، ده كمان فكر يجدد الاسطول البحري، بس انجلترا شمت خبر وبدات تمارس هويتها المفضله، وهي الوسوسه في ودان السلطان العثماني عشان يمنعه، لحد ما جه اسماعيل باشا. ايوه رسلان بن ريه بقى. بص، هو محدش يقدر ينكر ان الجيش على ايد اسماعيل فعلا اتنقل لحته تانيه، لانه هو عمل عشانه كتير. فخد عندك، جمع اشطر الضباط وبعتهم بعثات لفرنسا، وجاب من فرنسا بعثات تنظم المدارس الحربيه، حتى دماغ الضباط اهتم بيها، عمل لهم جريدتين. اما بالنسبه للاسطول فجدده ورجعت ترسانه اسكندريه تشتغل من تاني، وفي اسكندريه برضه جدد المدرسه البحريه وبنى واحده كمان زيها جنب الترسانه. بس رغم كل اللي عمله اسماعيل في الجيش الا ان هو ضعف في اواخر عهده. عارف بسبب ايه؟ لو عارف قول لي في الكومنتات. سلام.